العربية العديد من المخاطر والتحديات، ما يستوجب معها تضافر جهودنا للتصدي لكل المحاولات الهادفة لزعزعة أمن واستقرار دولنا العربية. ومن هذا المنبر أجدد الدعوة إلى الأطراف الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط لتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية. ولن يأتي هذا الأمر إلا بالتسلح بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة والصادقة والتنسيق الجماعي المتواصل بما يكفل وحدة الرؤية وتجانس المواقف والجدية اللازمة في التعامل مع التحديات الراهنة، مشيدين في هذا الصدد بجهد الولايات المتحدة الأمريكية ودورها باستئناف التفاوض لعملية السلام في الشرق الأوسط. فإن موقف السعودية وهي الموقف العربي الثابت هي ضرورة أن تفضي المفاوضات لجهود أو جهود بأي شكل من الأشكال لتحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف على أساس رفض ما تتعرضه منه القدس من خطط تسعى لتهويدها وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومحيط من أخطار محدقة يستدعي ذلك من المجتمع الدولي الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية.